ما شاء الله تبارك الرحمن. القرش النهارده عمل لكم عروض دمار بجد والله العظيم، عرض مش هيتكرر. هتاخدي 3 فرخات سعرهم من 170 جنيه الفرخه 165 جنيه تمام. هتاخدي على 3 فرخات عليهم ازازتين زيت هديه بجد ما شاء الله. عرض مش هيتكرر والله العظيم. اللي فايته العرض ده خسران. هنستناكم تنورونا العرض ده ان شاء الله شغال بكره الثلاث. ما تنسوش تحطوا لايك وتصلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. 3 فرخات اهو وعليهم ازازتين زيت يعني ب 505. هتاخدي 3 فرخات بجد ما شاء الله. عرضنا ان شاء الله ده هيشتغل كيلو بانيه بصين تمام ان شاء الله. لما عليا افضل. ما تنسوش تحطوا لايك وصلوا على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. خير صباح الامل صباح التفاؤل. احنا النهارده الخميس وعايزه اقول لكم ان الشهر ده ان شاء الله في موسمين. موسم يوم 16 او 17 وموسم يوم 24 اللي هو يوم راس السنه الهجريه و9 عاشوراء. واحنا عاملين عروض حلوه جدا عشان المواسم. ما تنسوش تحطوا لايك وصلوا على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. ده اول حاجه معانا عرض ال 500. ايه العرض عباره عن ايه؟ كيلو بانيه فرختين كيلو بانيه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. دلوقتي هو بيتقطع ناشف، هو ما فيهوش ميه بتنزل ولا اي حاجه زي ما انتم شايفين. هي البانيه عندنا مش منفوخه اصلا عشان بس الناس تقول ايه البانيه مش منفوخه. يا جماعه بصوا بيتقطع قدامكم اهو ما فيهوش ميه. القطع اهي شايفين ناشفه ازاي بجد ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. النهارده الجمعه وصلاه الجمعه شغاله لو انتم سامعينها. عايزه اقول لكم بقى عندنا عرض حلو قوي 3 فرخات وعليهم كيلو بانيه. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن. ما تنسوش تحطوا لايك وتصلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. انا النهارده احنا فاتحين الفيديو ده عشان عايزين نقول لكم كلمتين. في واحد اسمه الحاج سامح وهو اصلا مش حاج ولا يعرف الحج. صلى على النبي. خلينا نتكلم عشان ما يعملكش مشاكل. صلى على النبي. عليه الصلاه والسلام. الاول السلام عليكم. دلوقتي احنا يعني بص صلى على النبي. ما ينفعش نشتمه، ما ينفعش نقول ادبنا لحاجه واحده بس خوفا عن لينا زبايننا المحترمه. زبايننا ايه المحترمه. دلوقتي واحد كان متجوز واحده شغاله عندنا، زبايننا كلها عارفينها محترمه وغلبانه مالناش دعوه. خلعته. احنا ذنبنا ايه؟ صح. ذنبنا اللي احنا. طب انتوا احكموا. لو انتوا عاوزيننا نمشيها هشوف الكومنتات بتاعت الزباين كلها. لو قلتوا مشوها هنمشوها. صلى على النبي. دلوقتي انت بتقول على الزيت ايه مغشوش. انت هتقول على الزيت ايه مغشوش. انا مش عامل، انا جايب الزيت من المحل اللي في وش مني. تمام. دلوقتي هو لحد دلوقتي عمال يقل ادبه ويشتم بطريقه وحشه. احنا نعمله ايه؟ انا عاوز الناس هي اللي تتكلم، انا مش عارف اتكلم. صح. صلى على النبي. هو لحد دلوقتي الحمد لله ما غلطش في ابو بطه. اتكلم كده ابو بطه. انا مش عارف اصلا هو يعني احنا عملنا له ايه كل دوت. هي واحده بجد وبعدين ست غلبانه بتيجي من الصبح تخش تشوف شغلها لحد اما تاخد بعديها وتقوم جايه مروحه. هي واحده مش طايقه مثلا عشرته، مش عايزه خلاص النصيب اتقطع كده اهو. الاول يستلم الدكان، بعد كده يستلم الشغل، بعد كده يقوم جاي يستلم يشتم على قدام. طب ليه كل ده؟ ليه يعني كل ده؟ طب معلش ما الزبون هو اللي يحكم بقى على حاجتنا حلوه ولا وحشه. مش هو مش الزبون اصلا عندنا. بس انا برضه هو واحد من غمر اسمه سامح. والله لو تعرفوا قصته اقسم بالله
اقل واحد في اسكندريه ما هيضربه غير بالجزم. احنا مش عايزين ننزل والله المستوى العظيم بتاعه ده كده. ونرد عليه بس انا خايف من الشتيمه بتاعته. أيوه. اللي هي يعني تجرح يعني ايه تجرح زباين. الناس اللي بتشوفها واللي هو بتقراها وكده وازاي اسمه حاج سامح؟ طب ما يجي، طب انت من مين غمر؟ انت مالك ومالنا؟ انت عايز مننا ايه يا حاج سامح؟ هي قصته كلها انا بكلمك مشكلته بكل مع احترام. مع ام زياد. طب ام زياد خلعته. طب صلي احنا على ذنبنا النبي. ايه؟ طب صلي على احنا النبي. ذنبنا ايه؟ انا عارف ان زبايني المحترمه كلها هتشوف الفيديو دوت. احكموا عليا واحكموا على ابو وهم بيشوفوها برضو بعينيهم على الفرق. هل انت هتفضل شقيانه لحد من اول صلي على القصه النبي. لحد ما تروح. قولوا قول لي كده بكام؟ ب 110 و 120 في السوق، عند الانش ب 75 جنيه. هي دي فراخ بلد جحر؟ فراخ بقى دي 10 دقايق على النار. ما شاء الله اللهم بارك. بص على فكره حجمها كبير. انا حاساها ان شاء الله كبيره. بكره ايه؟ قد ايه دي؟ وزنها قد ايه؟ دي كيلو كيلو ونص الا طن. اه. على بكره ان شاء الله النرد. صح؟ اه. دولت ان شاء الله هبقى بكره النرد. بكام بقى؟ عشان ما يجيش واحد بالواحده ولا بالكيلو؟ بالكيلو ب 75 عشان ما يجيش واحد يبقى جايب فرختين بس الفراخ كلها.